السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في جديد أخبار المغرب اليوم، وأبرزها اختفاء مادة مهمة من موائد العائلات المغربية. لكن قبل ما نبداو ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتديروا لايك الفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما جديد أخبار المغرب اليوم. وفي التفاصيل يظهر أن مادة زيت الزيتون ستختفي من موائد الفطور لدى الكثير من الأسر المغربية، والسبب يتجلى في الارتفاع المهول للتر الواحد من زيت الزيتون، وتتراوح الزيادات في سعر زيت الزيتون بين 20 و 25 درهم مقارنة مع الموسم الماضي، إذ سيتراوح اللتر الواحد من زيت الزيتون من 75 إلى 85 درهم، وهو الأمر الذي لن تتقبله ولن تقدر عليه مجموعة من العائلات المغربية ذات الدخل المحدود. وترجع أسباب ارتفاع زيت الزيتون إلى موسم الجفاف الذي عرفه المغرب في فترة الموسم الفلاحي الماضي، وتأخر تساقطات المطرية خلال الموسم الحالي، حيث بدأت بعض المناطق في جني الزيتون إلى أن المحصول ضعيف جدا مقارنة مع الموسم الماضي، مما سيجعل السعر يرتفع بشكل كبير باستثناء هطول الأمطار في الأسابيع المقبلة، الذي قد يؤدي إلى توازن أسعار هذا المنتوج. شكرا لكم وإلى اللقاء. ما تنساوش تدعمونا في القناة وتديروا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما الجديد.